تخيل انك تقتل وتعذب اقرب الناس ليك، وبدل ما تاخد حكم بالاعدام القدر يديك فرصة تانية للحياة، وبعد انتهاء مدة سجنك تخرج وتروح ترتكب جريمة بشعة. وده بالظبط اللي حصل مع ميادة، شيطانة في هيئة إنسانة. الشر بيجري في دمها لدرجة إن هي فضلت مصرة على بشاعة أعمالها لحد لحظة حكم الإعدام. أهلا بيكم وحلقة جديدة من سلسلة أرشيف الحوادث. جرائم القتل مفيش أكتر منها، وكل جريمة فيها حاجات غريبة كتير، لكن ميادة لما تسمعوا قصتها هتعرفوا إن فيه نسل من الشيطان عايشين وسطينا على الأرض. الحكاية بدأت في 2016 وتحديدا في محافظة البحيرة كفر الدوار جنب ترعة معروفة في القرية. لقوا فيه شوال مفتوح وباين فيه راس واحدة ست جواه، وكان باين على وشها علامات التعذيب كتير. وقبل ما حد يقرب من الشوال راحوا على طول بلغوا رجال الشرطة، ولما وصلت الشرطة خرجوا جثمان الست دي من جوه الشوال. وكان المشهد صعب جدا، ست كبيرة في السن على وشها علامات رعب وتعذيب وخوف، ده غير ان على جسمها علامات تعذيب كتيرة جدا. جريمة قتل مش عادية، دي جريمة واضح فيها الانتقام والغل والحقد، وكل المؤشرات بتقول انها ما اتقتلتش من وقت طويل، واضح ان لسه مقتولة جديد. لكن الشرطة لما رجعت البلاغات ما لقيتش اي بلاغات بتقول ان في حد متغيب او حتى مختفي. لكن الجثة لما راحت الطب الشرعي رجال الامن لما عملوا التحريات عرفوا ان الست دي اسمها انعام، بياعة خضار معروفة جدا في كفر الدوار، وعلاقاتها بكل الناس طيبة جدا. ست غلبانة والناس كلهم بيحبوها وملهاش خلافات مع اي انسان. والشرطة قدرت توصل لبنتها واسمها اماني، اللي لما سألوها عن والدتها قالت ده امي متغيبة ما بقالهاش يوم واحد، لكن ماما متعودة على كده لان احيانا بتروح تبيت عند اختها او احيانا بتحب تقعد في شقتها لوحدها. الطب الشرعي اثبت ان السيدة انعام ميتة بخبطة بحجر على دماغها، وبعد ما قتلوها طعنوها اكتر من 6 طعنات، وكمان هناك مؤشرات على ذبح قطعي في الرقبة. يا ساتر يا رب، لأنها واضح إنها ما ماتتش على طول، لأن في ضوافرها كان لسه في أنسية وهي بتقاوم الشخص اللي قام بقتلها، وده معناه إن الحاجة الله يرحمها كانت بتقاوم، لكن طبعا ما قدرتش عليه. الشرطة كانت محتجزة أكتر من شخص من القريبين منها كانت الشرطة مشتبهة فيهم، ولما خدوا الأنسجة اللي حللوها من ضفرين الحاجة أنعام وطبقوها مع الأشخاص اللي كانوا ماسكينهم ومشتبهين فيها لقوها متطابقة مع شخص اسمه كارم، وكارم ده كان واخد بنتها أخت أماني واللي كان اسمها ميادة. وأماني أثناء الاستجواب مع الشرطة قالت إن هو كان بيتردد على والدتها، وقالت إن هو كان دايما بيطلب منها فلوس، ده غير إن الشرطة أثبتت إن سلوك الولد ده ما كانش منضبط، والشرطة اشتبهت إنه ممكن يكون هو اللي خلص عليها طمعا في فلوسها. ولما الشرطة واجهت كارم اعترف بدون أي ضغط بكل حاجة، وقال أيوه أنا عملت كده عشان خاطر أسرق فلوسها، لأن أنا بعاني من مشاكل مالية كتيرة، وإن اللي اقترح عليا الحل ده مراتي ميادة، ده بنت أنعام نفسها. يعني ميادة اتفقت مع جوزها إن تخلص على أمها عشان خاطر الفلوس وعايزين يسرقوها، وهي اللي حطت الخطة كاملة. وبالفعل راحت عند أمها هي وكارم، ودخلت ميادة الحمام وراحت مشغلة الغسالة علشان صوت الغسالة يغطي على صوت الحاجة أنعام لو حاولت تستغيث، وعشان الجيران ما ياخدوش بالهم من أي صوت لو حصل حاجة. ولما خرجت من الحمام ندمت على أمها وقالت لها روحي شوف الغسالة، وقالت لأمها أصل الغسالة حاجة غريبة صوتها عالي واشتغلت لوحدها. الحاجة أنعام وهي في طريقها للحمام كارم خلاها ماشية ورايحة الحمام ومسك قالب طوب كان في بيتها وراح ضربها على دماغها. الحاجة أنعام على طول وقعت على الأرض، لكن كان لسه فيها الروح، وفضلت تحاول تخربشه عشان تبعده عنها، لكن ميادة بنتها جرت على المطبخ ونولت جوزها سكينة راح دبحها قدام بنتها بدون تفكير. وعلشان يتأكدوا انها ماتت راحوا طعننها اكتر من طعنة في جسمها. وهنا بدأوا ينفذوا الجزء الثاني من خطتهم. كارم راح مكلم صاحبه وموطن ثقته وكان شريكهم في الجريمة. الواد ده
كان اسمه رضا، وراحوا لافين الحاجة أنعام في شوال، وراحوا حاطين جوه الشوال قوالب طوب عشان لما يرموا الحاجة أنعام في الترعة خلاص تنزل ما تطلعش على السطح تاني. وفعلا نفذوا كده وراحوا راميينها في الترعة، وما كانش يتوقعوا او يتخيلوا ابدا ان الجثة ممكن تطلع وتطفو على وش المية. وكل اللي عملوه ده علشان 3000 جنيه بس، و7 غوايش ذهب وحلق وسلسلة. اما صاحب كارم كل اللي كان طمعان فيه عاوز 1500 جنيه بس. كارم وصاحبه حكمت المحكمة عليهم بالاعدام، اما ميادة بنتها فاتحكم عليها ب4 سنين سجن بس، لان محامي ميادة قدر يقنع المحكمة ان جوزها كارم هو اللي ضغط عليها تعمل كده. وكانت بتقول أنا ندمانة إني سمعت كلام جوزي وأنا غلطانة واستحق العقاب. وكانت بتقول الزمن لو رجع بيا عمري ما أعمل كده في أمي. لكن دموعها دي كانت دموع التماسيح، لأن الحكاية ما خلصتش لحد هنا. ميادة بعد ما قضت فترة العقوبة بتاعتها 4 سنين خرجت من السجن ورجعت لأماني أختها ورجعت لأهلها، لكن كل أهلها رفضوا يستقبلوها، ده مرضوش حتى يتعاملوا معاها نهائي، لأنهم كانوا واثقين إن كارم ما عملش حاجة إلا بتخطيطها هي، وكلهم طردوها من أي بيت كانت بتدخله. فراحت لأهل جوزها في اسكندرية، واللي بالمناسبة لما هي اتسجنت وكارم اتعدم هم أهل كارم خدوا الولد علشان يربوه. وميادة دخلت لهم من الحتة دي وقالت لهم أنا عايزة أعيش جنب ابني وأربيه وأعوضه على الأيام السودة اللي عشتها، بس ده ما كانش هدفها نهائي. ميادة فضلت تتمسكن لأهل جوزها لحد ما تتمكن، وراحت سرقة كل الذهب والفلوس النقدية كل اللي كان موجود عند أهل جوزها، وراحت واخدة ابنها وراحت هربانة واختفت تماما، ومحدش قدر من أهل جوزها يقدر يوصل لها لمدة 3 سنين. وظهرت ميادة جوه مستشفى وهي شايلة ابنها على ايدها، وراحت قالت للناس في المستشفى وقالت ابني اغمى عليه ومعرفش ايه اللي حصل له. لكن الحقيقة اللي تم اكتشافها ولما الاطباء كشفوا على الطفل لقوا على جسمه اثار تعذيب بشعة جدا، جروح وخدوش وكمان حرق بالنار. ده كمان كان في آثار لطفي سجاير في جسم الطفل وحاجات تانية صعب وصفها جدا. في الوقت ده تم القبض على أمه، ولما الشرطة ضغطت عليها في التحقيقات اكتشفوا ان هي اللي قتلت ابنها، لأنها كانت بتنزل تشحت بيه في الشوارع، وكانت أمه بتعاقبه لما الولد ما كانش بيسمع كلامها، وإن هي كانت بتسرح الولد ويوم ما كان بيرجع لها من غير ما يجيب لها الفلوس كانت بتعذبه. لكن في المرة دي وهي بتضربه وتعذبه ما كانش متوقع إنه هيموت بين إيديها، لأنه كل مرة حسب اعترافاتها كان بيستحمل الضرب والتعذيب، وإن دي مش أول مرة، وقالت أنا عمري ما كنت بقصد أموته. وأخيرا في النهاية اتحكم على ميادة الشيطانة دي بالإعدام شنقا، وبالفعل تم تنفيذ حكم الإعدام. لحد هنا خلصت حلقتنا النهاردة. لو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وسيبوا رأيكم في الكومنتات، ولو في العمر بقية أشوفكم الجمعة الجاية وحلقة جديدة من سلسلة أرشيف الحوادث. سلام.